متوازنة. يعني بيتسم المؤلف من خلال المنهج المتبع في هذا الكتاب أو في هذه الدراسة بالحيادية والإنصاف. هذا المؤلف بيبعد عن التعصب. يعني دايما الفكر الأوروبي بيبقى فيه نوع من الهجوم على العالم الإسلامي حتى في الكتابات، خصوصا في الفترات اللي قاومت خصوص الحملات الصليبية. بالظبط كده، وخصوصا في الفترات اللي فيها صراع، الفترات اللي فيها نزاعات مسلحة مثلا على الحدود أو في غارات أو في هجمات صحيح. غربية. بنجد ان هذا المؤلف لا بيتسم بالعقلانيه، بيتسم بالتحليل، وبيتسم بالاستنباط، حتى بيتسم بالرؤيه الشامله المتوازنه. طيب، خلينا ننتقل إلى يعني أقسام الكتاب وفصوله. مش هنقدر طبعا نتناول الكل، لكن هناخد بعض النماذج اللي هنتكلم عنها، ونبدأ بالقسم الأول اللي تناول فيه الكاتب الخلفية السياسية لبيبرس في شبابه. كيف تناول وأوضح لنا هذه الخلفية السياسية؟ المؤرخ الالماني بيتكلم على الخلفيه السياسيه، هنا بيتكلم على اوضاع المنطقه نفسها، منطقه الشرق الاوسط في العصور الوسطى، قبل ما بيبرس يعني يرقى الى سده الحكم او يرقى الى عرش السلطنه. بيتكلم بقى يعني هذا الشاب اليافع، الخلفيه بتاعته كانت عباره عن ايه. ناخد بالنا المماليك في البدايه خالص هم عباره عن شخص فقد حريته، شخص يعني حريته حريه منقوصه. المماليك نفسهم كان بيتم بيعهم وشرائهم في اسواق النخاسه في منطقه وسط اسيا. بيبرس يعني هو مش غريب عن المماليك، ده هو يعتبر احد افراد المماليك اللي كانوا موجودين في هذه الفتره. بيبرس موطنه الاصلي او المنشأ نفسه اللي ولد فيه بيبرس، المنطقه اللي هي تسمى ارض القبجاق او القبشاق، او الارض اللي هي بتعتبر السهوب منطقه البحر الاسود او شمال البحر الاسود. المنطقه دي ولد فيها الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس بعد كده بدأ ان هو يعني يباع ويتم سبيه نتيجة الحروب، نتيجة الزحف المغولي اللي كان موجود في هذه المنطقة. المغول بدأوا يتوسعوا، بدأ المغول نفسهم يسقطوا الدولة الخوارزمية سنة 617، بدأ يتوغلوا في المناطق اللي بتقع جنوب روسيا، منطقة البحر الأسود. الظاهر بيبرس بدأ يفر أمام الزحف المغولي زيه زي المماليك. المماليك كلهم عبارة عن يعني أطفال صغار يعني فروا أمام الزحف المغولي أو التوسع المغولي. الملاذ او المأمن بالنسبه لهم كان قدومهم الى بلاد الشام والى مصر حتى يكونوا يعني حتى بلاد الشام لم تنجى من المغول بعد ذلك يعني. بلاد الشام بعد كده كانت مرحله لاحقه، تم غزو بلاد الشام على ايدي المغول بعد كده. وناخد بالنا برضو الخلفيه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده في القسم الاول من الكتاب، هذه الخلفيه اثرت بشكل اساسي وبشكل رئيسي في شخصيه الظاهر بيبرس والانتصارات اللي حققها الظاهر بيبرس بعد ذلك على المغول. لان هذا الرجل هو فاهم التكتيكات العسكريه هو من بني جنسهم، هو اصلا نشأ في هذه البيئه اللي منها المغول، هو فاهم التكتيكات العسكريه. وده اللي بعد كده اتضح اصلا واللي بينه المؤرخ الالماني في هذا الكتاب، ان وجدنا التاثير نفسه اللي حصل في الدوله المملوكيه نتيجه الوظائف نفسها اللي استخدمها الظاهر بيبرس من الدوله المغوليه. فيما بعد وجدنا ترتيب الوظائف نفسها اللي موجوده داخل الدوله المملوكيه، وبدا يتاثر بالوظائف اللي كانت موجوده لا في كمان يعني مش عايزين نتفرع في الموضوع، لكن المثبت ان الدولة المغولية انقسمت إلى قسمين. كان في منهم قسم مسلم وكانوا بيتعاونوا مع المماليك وتبادلوا الخبرات وتبادلوا الرؤى العسكرية، وده كان أحد أسباب هجوم المغول على الدولة المملوكية في مصر والشام. خلينا ننتقل للفصل الثاني واللي تحدث، أو القسم الثاني واللي تحدث فيه عن وصول بيبرس وصعوده إلى السلطة في مصر وتحكمه في سلطة مصر. القسم الثاني ده شمل ما يقرب من 5 فصول. هذا القسم تناول فيه أصول بقى بيبرس البندقداري. الاسم نفسه بيتكلم بقى ان الاسماء اللي كانت موجوده في هذه الفتره او اللي تلقب بها المماليك او تسمى بها المماليك كانت عباره عن اسماء مركبه وتعتبر اسماء تركيه، وكان بيقصد بها يعني بيبرس نفسه ده بيقصد به الامير الفهد. الامير الفهد. اللي انا عايز اقوله برضو ان لاول مره بنجد ان امير او بنجد ان عندنا مملوك بيلقب باسم البائع والمشتري في نفس الوقت، وده اللي اشار ليه المؤرخ الالماني في هذا القسم. بيتكلم برضو ان هذا الامير او هذا المملوك عندما تم يعني بيعه في الاسواق راح منطقه اسمها منطقه صداق. صداق دي من ضمن المناطق اللي هي موجوده في منطقه اسيا الصغرى. ثم بعد ذلك قدم الى حلب، ثم بعد ذلك الى بلاد الشام. اشتراه العماد الصائغ، ثم العماد الصائغ باعه بعد كده، حاول ان هو يبيعه للمنصور محمد، وده كان حاكم
مدينة حما في بلاد الشام في هذه الفترة، ولكن